اهلا بيكم. عندنا بقى الوصفة دي، في ناس كتير بتستصعبها وهي اسهل منها، تركات خفيفة كده. هنطلع احلى سينابون. يعني الصورة تتحدث عن نفسها. يعني زي ما شايفين هشاشة وطراوة. يعني وقعدت معايا تقريبا 4 ايام نفس الطراوة، وما اتغيرتش، مليانة هوا. يعني ان شاء الله مش هنعمل اختراع، بس هنعمل حاجات خفيفة كده. هنطلعها وتركات خفيفة برضو هنطلعها بالجمال ده. اتمنى ان شاء الله تعجبكم. ويلا بينا نبتدي معانا الوصفة. اول حاجة عندنا حلة هناخد فيها، هنحط عليها كوباية من الدقيق وكوباية ونص من المية. ناخد المية والدقيق دول مع بعضهم ونحطهم على النار ونقلبهم بالمضرب اليدوي. الاول بندوبهم شويه كده بالمعلقه قبل ما بنرفعهم على النار، وبعد كده باخدهم على النار بالمضرب اليدوي مع لحد ما الاقي الخليط ده يمسك معايا. طبعا احنا عارفين ان الخطوه دي هي اسمها المحسن بتاع المعجنات. سيبناها على جنب. نبتدي الوصفه. عندي تقريبا كاستين من الحليب الدافي، او الاحسن الحليب القاطع. هتستغربوا شوية بس فعلا مفيش أطرى من كده. كان عندي قرب يقطع الحليب بتاعي عملت كاستين منهم. من الحليب الدافي نزلت عليهم بمعلقة خميرة ومعلقتين من السكر من نص كاسة من الزيت، وحاطين تقريبا حوالي 50 جرام من الزبدة. يعني قالب الزبدة الرفيع ده خدنا نصه، وبيكون بدرجة حرارة الغرفة. عندي المقدار بقى ده تقريبا بياخد من 5 ل6 كاسات، تبع ما يلم معاكي العجينة. بحط عليها معلقة من البيكنج باودر ورشة الملح. بقلب طبعا الدقيق كويس عشان اخلي البيكنج باودر والملح يختلط بالدقيق كله. واخد بقى الدقيق اللي انا عملته احطه على الخليط السائل بتاعي. احط كل الكاسات حوالي من ال5 6 كاسات، كل واحد طبعا طبع الدقيق بتاعه هياخد قد ايه، واحط عليه المحسن اللي انا عملته في الاول خالص. واقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما تلم العجينة بتاعتي، وهتكون بتلزق كده خفيف. هو ده المطلوب. زي ما انتوا شايفين في الفيديو انا باخد دلوقتي وبقلب العجين، زي ما شايفه انها بتلزق، بس انا بلمها، بضل اعجن فيها لحد ما المها. واحط اخر حاجه هي قطعه زبده صغيره جدا بلم بيها العجينه. او مش عندك زبده خلاص عادي، احنا بنحط شويه رشه زيت عشان نلم بيها العجينه. شايفين هي طريه اصلا، يعني تحس ان هي كانها مليانه هوا. سيبناها بقى تتخمر، يعني الكلام ده ما كملش نص ساعه. شايفين قديش خمرانه؟ خلاص دي هتقع من الطبق. بلم بقى، ارجع الم العجينه معايا. خلاص كده جاهزه، ويكون عندي بقى الطاوله نظيفه. برش عليها بقى شويه دقيق، وباخد العجينه بتاعتي وبنزلها. مش عايزه اقول لك، انا بشيل الطبق كاني مش حاسه ان في حاجه، كانه فاضي من كتر ما العجينه مليانه هوا. باخدها بقى بفردها عندي بالنشابه زي ما انت عايزه، نص سنتي اسمك شويه. انا عملتها سميكه شويه لان كنت عايزه القطعه تكون غنيه، لان هي كلها هتكون هوا. باخدها بقى بعد ما بفردها، بيكون عندي طبق بحط فيه معلقتين من القرفة، معلقة كاكاو، معلقتين 3 معالق من السكر. وبقلب الخليط ده معايا كويس. ده الخليط الحشوة بتاعت القرفة. التركة اللي هنا الناس كلها بتستخدم زبدة، لا، انا ما استخدمتش زبدة، انا استخدمت سمنة، ولقيتها اروع بكتير من الزبدة. يعني بتخلي العجينة مش ممكن، يعني لو انتوا مش هتجربوا اللي بقوله غير فعلا لما تجربوها. دي حوالي معلقتين من السمنة، بفردهم خفيف، ما بكترش ابدا، بس مسحه كده العجين. وبعد كده برش الخليط القرفة عندي فوق السمنة، وبلفها عندي بقى الرول زي ما انتوا شايفين. بلف بقى كل الكمية اللي عندي. عايزة توقفي حد كده وتقطعيها، وبعد كده تكملي رول تاني زي ما انت عايزة. انا حبيتها تكون سميكة لاني كنت عايزاها القطعة كويسة، وفعلا لما خمرت طلعت كبيرة وكانت جميلة ورائعة. طبعا بقطعها بالخيط زي ما انتوا شايفين كده، بتقطع احسن وبتطلع مظبوطة. اخلص بقى كل الرول اللي عندي كامل، ويكون عندي بقى بحطه في الصينية بتاعتي، وطبعا اغطيها بالفوطة واسيبها تخمر. في الوقت ده بقى انا بحضر للصوص. بحط حوالي كوباية من السكر، وكوباية من الحليب البودر، وكوباية الا الربع من الحليب السائل.
وبضربهم في الخلاط. عندك جبنه مثلثات تقدري تضيفي. تطلع عندي بقى السينابون من الفرن بعد ما بدخلها فيها بقى الصوص الرائع ده. شايفينها عاملين زي الاسفنجة. يعني ان شاء الله بجد تجربوا الوصفة وتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.